السلام عليكم أعزائي المتابعين. تعالوا وياي اليوم نسوي تمرية شهر رمضان المبارك بالدهن الحر والسمسم. أول شي جبت تمر من هذا المكبوس، طبعا متوفر بكل السوبر ماركتات وموجود بالعلوات وبالمحلات العادية، أكيد يمكم تلقوه. وفلسته وطلعت منه النوى وذوبت بطاوة ملعقة طعام دهن حر، وبعدين خليت الكمية مالتي مال التمر المفلس، وأظل أحاول وياها أعجن لحد ما تصير عجينة لينة مثل حشوة الكليجة، وتتشكل عندي مثل ما أريد وتتلابس تماما مع الدهن الحار. بعدين يعني هنا نبدأ ألابس بيها وأسويها كلش لينة. بعدين أصب فوقها تقريبا 3 ملاعق من الراشي أو الطحينة، وأخليها شوية على صفحة تبرد، وبعدين أعجنها بإيدي ألابسها مع الراشي، حتكون جدا طرية وتتشكل بسهولة. هنا راح أقطعها وراها بالحجم اللي أريده، وأسوي منها كرات صغيرة. انتوا سووها بالشكل اللي يعجبكم، كرات أو أي شي يعجبكم. وبعدين أغلفها بسمسم المحمص. انتوا تقدرون تغلفوها بأي شي يعجبكم، بالسمسم أو المبروش أو ورد جوري أو فستق حلبي أو أي شي يعجبكم، وألف عافية. لا تنسون اللايك والمتابعة والاشتراك بالقناة إذا بعدكم ما مشتركين، حتى تكبر قناتي وتشوفون أي شي جديد أنزله، وأتشرف بيكم، وألف عافية.